عايزين حياتكم تتغير وتنجحوا في حياتكم الأكاديمية والمهنية. ركزوا معايا كويس جدا وكملوا الفيديو للنهاية، لأن الحلقة دي هقول أسرار عن النجاح وإزاي تتجاوزوا كل الصعوبات وكل الناس اللي تشكك فيكم. ما تنسوش إنك تشتركوا في القناة وتشوفوا كل الحلقات الكاملة من بودكاست قوة العشرينات مع الكوتش أماني. هيفيدكم في حياتكم سواء كنتوا طلاب أو خريجين. كملوا الفيديو للنهاية. دلوقتي أثناء سعيكم اتحملوا المسؤولية الكاملة، ما تعيشوش دور الضحية. أثناء حلمكم وأثناء إن انتوا بتطوروا من نفسكم وبتركزوا على نفسكم وعلى حلمكم، هتمروا بتجربة الفشل. لما تكون مثلا مخطط لحاجة، قاعد حسب لها بخطط، لا أنا هنجح واحد اتنين تلاتة. الحياة مش بتصير بتخطيطنا، وأثناء سعينا وحلمنا هتمروا بصعوبات ياما، هتمروا بالفشل، هتمروا بالألم، هتمروا بالوجع، هتمروا إن كمية ناس كل اللي حواليكوا هيشكك فيكوا وإن انتوا ما نجحتوش، وهي وهيلوموكوا. أصل انت فشلت، أصل انت عملت. مفيش حد ناجح بينجح من أول مرة ولا بينجح من أول يوم. النجاح رحلة طويلة جدا، مليئة بالصعوبات، مليئة بالألم، مليئة بالوجع، مليئة ان انت بتضحي كتير عشان توصل للنجاح. وفي الاخر لما توصل للنجاح يقولولك اصل انت محظوظ، اصل يا بختك، ويقعدوا يقروا عليك. بس محدش عارف قد ايه النجاح مؤلم. مش اي شخص بينجح. النجاح محتاج شخص قوي، محتاج عزيمة، محتاج اصرار، محتاج ارادة. اتحملوا المسؤولية الكاملة نتيجة قراراتكم، نتيجة التجربة اللي فشلتوا فيها. أنا قعدت أخطط لطريقي لمدة سنة، وفي الآخر الحاجة دي فشلت فيها وخسرت كتير فيها. خسرت حاجات كتير واتألمت ووجعت وانكسرت واتضايقت. كمية ناس حواليا شككوا فيا، بس أنا ما استسلمتش. قعدت أطور من نفسي وقعدت أشتغل على نفسي. إدامة باب ربنا قفله في وشي، فأكيد في باب تاني أفضل، في باب تاني. اختيارات ربنا دايما الأجمل والأفضل وأحسن من خططنا بكتير. الحياة مش بتصير بخططك أنت ولا بذكائك ولا بشطارتك. هو إيه بتصير بالرسمة اللي ربنا رسمها لنا، بالطريق اللي ربنا كتبه لنا. وتأكدوا ما تزعلوش وما تتضايقوش. أنا مثلا حصلت معايا تجربة فشل، هل استسلمت؟ هل قعدت إيدي على خدي وعملت دور الضحية؟ لأ. عيطت لي كام شوية وبعديها قمت قلت إدام أنا فشلت في الطريق ده يبقى ده مش خير. ده الطريق ده مش ده، مفهوش خير إن أنا هنجح فيه أصلا. إدام باب اتقفل، فأكيد باب جديد اتفتح في أمل. حولوا كل شيء سلبي إلى شيء إيجابي. ناس بتشكك فيا، محدش مؤمن بيا إطلاقا. كل الناس اللي ناجحين محدش مؤمن بحد. أي شخص ناجح اتفرجوا على كل الناس الأشخاص الناجحة، مروا بظروف قد إيه، مروا بتحديات قد إيه، مروا بكل الناس اللي حواليهم. محدش مؤمن بيك. ما تستناش إن حد يكون مؤمن بيك، ده حلمك أنت. كن مؤمن بنفسك، أوثق بنفسك، ما تلتفتش لحد. أهلي مش مؤمنين بيا ولا يهمني. أركز إن أنا عندي ثقة بنفسي ولا لأ، واثقة بحلمي ولا لأ. إذا ما ربنا حطني في الطريق ده وحطني إن عندي إرادة وعزيمة وحاسة إن هنجح، خلاص. ما تلتفتش لأي حد، لا ناس قريبين لا ناس غراب، لا صحاب لا أهل لا أي حد. ركز على نفسك. وفي حاجة عايزة أقوله لكم، أثناء بقى وأنت بتسعى لحلمك هتلاقي كده ربنا عزلك عن الناس. لا هتلاقي عندك صحاب، وبعيد عن، أنت في حالة عزلة. أنت عايز تنجح، عايز توصل، فأنت لازم تضحي. والتضحية إن أنت مش هيكون عندك صحاب، لا بقى خروجات ولا فسح ولا تسلاية ولا كل الكلام ده. هتتعزل عن الناس، عن صحابك أهلك قرايبك. هتكون أنت وحلمك. عشان تكون شخص ناجح، وعشان فعلا لو انت عايز تكون شخص ناجح، هتركز على نفسك، هتركز على تطوير من نفسك.
أنا مثلا هعرف إزاي إيه اللي شاطر فيها، هعرف إزاي أشتغل على حلمي وأطور نفسي، غير إن أنا أكون مركزة على نفسي. مفيش في حواليتي أي ناس ولا أي صحاب، وبعيدة عن كل الناس اللي حواليا. فانتوا لازم تدفعوا تمن النجاح. أنا بقول لكم بناء عن تجربتي. ما ننساش أثناء بنسعى وبنطور هتواجهك صعوبات كتير، طريقك مش هيكون وردي، صعوبات، تحديات، وجع، ألم، أي شيء سلبي حولوه لشيء إيجابي. أشخاص استهزأت بيا، شككتني في نفسي، ده يخلي عندي القوة والإصرار والعزيمة في رسالة إن أنت تطور من نفسك، إن أنت تنجح، إن أنت توصل. لأن النجاح على قد ما هو إحساس حلو، على قد لما توصل بعد كل الناس اللي شككوا فيك، بعد كل التحديات، بعد كل الصعوبات، بعد كل الظروف الصعبة، هتكون فخور بنفسك إنك ما تستسلمش. النجاح عايز شخص محارب، مش شخص أنا نفسي مثلا أنجح، نفسي أوصل للحلم الفلاني بس مش قادر، يعني شخص طموح بس كسلي. انسى بقى إنك هتنجح أو إنك هتوصل لأي حاجة. الشخص اللي عايز يوصل للنجاح لازم يكون فيه 3 صفات تكون فيك. لو ال3 صفات مش فيك، حاول إنك تكتسب ال3 صفات. الانضباط، إنك تكون شخص منضبط، مفيش شخص ناجح غير وهو منضبط. الالتزام، إن أنت تلتزم وإنك تتحمل المسؤولية الكاملة. الإصرار والعزيمة، وما ننساش طبعا الاستمرارية. أصل أنت مش هتنجح في أول يوم، وما تتخيلش أو عقلك يجيب أصلا أنا هاخد كورس النهاردة بعد شهر أو شهرين هنجح. لأ، أنت هيطلع عينك حرفيا، هتشوف كمية صعوبات وطريق طويل. النجاح مش طريق قصير، مش شهر شهرين بدأت في الحاجة فتستنى إن أنا هنجح أو إني هوصل. لأ، النجاح عايز صبر، عايز استمرارية، عايز إرادة، عايز عزيمة. النهاردة واجهتني مشكلة معينة، معرفش حاطة إيدي على خدي ولا أقول طب أنا بسعى، أنا بطور، ليه بيحصل كده؟ لا لا لا، اتحملوا المسؤولية الكاملة. المشكلة اللي حصلت في بقى صفة لازم نكتسبها بقى، ده بقى اللي عشان توصلك للنجاح. أي مشكلة تواجهك في طريق نجاحك، في حاجة لازم بقى المرونة. المرونة إن أحل المشكلة. مشكلة واجهتني، أفكر بدل ما أزعل وأتضايق وألعب دور الضحية، إيه الحل عشان أحل المشكلة دي؟ أنا مثلا في البداية ما عنديش خبرة في الحاجة، إيه الحل؟ طب أنا عشان يكون عندي الخبرة فأنا لازم كل يوم أعمل الحاجة، كل يوم أستمر في الحاجة، كل يوم ألتزم ويكون عندي إصرار وعزيمة. لازم يكون عندكم صفة المرونة. أي مشكلة تواجهكم فكروا في الحل. الأشخاص الأغنياء والأشخاص الناجحين مشتركين في صفة واحدة، المرونة. إن هما أي مشكلة بتواجههم بيفكروا في الحل مباشرة، بكده تقدروا توصلوا لحلمكم ولنجاحكم. طب أنا دلوقتي وبالذات سن العشرينات، سن التوهان، أنا عايزة أنجح بجد، عايزة أوصل، وحلو الكلام اللي انتي بتقوليه، بس إزاي أعرف إيه الحاجة اللي شاطرة فيها؟ إيه مهاراتي؟ إزاي أكتشف نفسي؟ 3 أسئلة اسألوه لنفسكم، ولو ال3 أسئلة دول اشتركوا في المهارة الواحدة أو الهواية الواحدة، اتأكدوا دي الحاجة اللي هتنجحوا فيها. أما غير كده مش هتنجحوا. إيه الحاجة اللي بعرف أعملها؟ إيه الحاجة اللي مستعدة أتعلمها؟ إيه الحاجة اللي أنا أكون مبسوطة فيها وأنا بعملها؟ مثلا أنا بحب الكمبيوتر جدا وبحب الإكسل، أنا بحبه، مستمتعة بيه ومستعدة أتعلمه وبعرف أعمله. اعرف إن أنت شاطر في الإكسل. أنا بحب الإنجليش من وأنا في صغيرة أو في المدرسة أو في الجامعة، بحب أوي المادة دي. اعرف إن أنت شاطر فيها، إنما أنا بحب أعملها، مستعدة أتعلمها، شاطر فيه، فخلاص دي المهارة اللي أنت ناجح فيها. أنا بحب إن أنا أتصور أمام الكاميرا، بحب الكاميرا أوي، بحب إن أنا أقرأ كتب وأثقف نفسي. اعرف إن أنت عندك مهارة صناعة المحتوى،
فاسألوا نفسكم ال3 أسئلة، ولو الإجابة نعم ولازم ال3 شروط يكونوا متوفرين، مش شرط وشرط لأ، ال3 شروط يكونوا متوفرين. لو ال3 شروط متوفرين في الحاجة دي أو المهارة دي أو الهواية دي، اعرف دي المهارة اللي انت فعلا هتنجح فيها وهتوصل. لقيت بقى المهارة خلاص، لقيت المهارة والحاجة اللي أنا شاطر فيها، ركز عليها بقى. النجاح ما بيحبش التشتيت، هتشتت نفسك في مليون حاجة، هتقعد تضيع وقت وتضيع مجهود وفي الآخر هتفشل وهتتألم في الآخر. فأنا أركز في حاجة واحدة. طب أنا مثلا شخص مكتشف أكتر من مهارة من نفسي، أعمل إيه؟ مثلا شخص مكتشف عندي 3 مهارات مثلا، أعمل إيه طيب؟ ال3 مهارات نظم وقتك بيهم. يعني مثلا خصص اليوم واحد هركز في ساعة في المهارة، مثلا الإنجليش أنا بحب أوي الإنجليش وفي نفس الوقت بحب الإكسل، نظم وقتك بينهم. مثلا هصحى الصبح هركز على الإنجليش بس، بعد الظهر أو على العصر هركز على الإكسل بس. حدد كل وقت، قسم لكل مهارة لكلها وقت محدد. انا مثلا شاطره في الاكسل، هخصص له وقت محدد، وقت الصبح هخصص الاكسل بس، ما اشتغلش على حاجه تانية. طب اشتغلت اكسل وانجلش مع بعض، كده انت بتشتت نفسك وبتضيع وقتك ومجهودك. فنصيحه ركزوا على حاجه واحده. طب انا عندي اكتر من مهاره احط لها وقت محدد. بكده انتوا حطيتوا هدف واضح لنفسكم، والمهارات الكتيرة اللي عندكم ابدأوا بحاجة حاجة. مثلا ممكن تعملوا حاجة، أنا مثلا سنة هركز على حاجتين بس أتعلمهم، حاجتين بس مش أكتر من كده. مثلا لو أنا بحب الإنجليش وبحب الإكسل والكمبيوتر، فأنا هركز على الحاجتين دول. طب كده مش تشتيت؟ أعمل إزاي عشان ما شتتش نفسي؟ هنظم وقتي. مثلا لو أنا حد بصحى الصبح بدري مثلا، هركز على الإنجليش بس، خلصت الإنجليش على العصر، أبا بالليل مثلا أو بعد الظهر أركز على الإكسل بس. بكده انتوا نظمتوا وقتكم وما شتتوش نفسكم، بكده تقدروا توصلوا. والنجاح محتاج صبر ومحتاج التزام ومحتاج استمرارية، مش عشان التزمت أسبوع أسبوعين شهر ما تستناش النتيجة في الأول. انت محتاج، النجاح هو عبارة عن عادات صغيرة، عبارة ان انا انضبطت في الحاجة دي وقت كتير، مرة في مرة في مرة في مرة، سنة هتلاقيك وصلت، نجحت. فعشان كده نصيحة، ما تستعجلوش، اللي بيستعجل على النجاح بيهرب منه. كان معكم الكوتش أماني، وأتمنى أن تكون الحلقة دي استفدتوا منها، وما تنسوش أنك تشتركوا في قناتي وتفعلوا كل الجرس ليوصل لكم كل الحلقات اللي تساعدكم على تنظيم وقتكم وعلى النجاح. أنا بشارككم كل الصعوبات وكل اللي واجهني في طريقي بناء عن خبرتي. ما تيأسوش، ما تستسلموش، إذا ما ربنا حطكم في الحاجة اعرفوا إنك قدها وهتوصلوا وهتنجحوا.